السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوبة، فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض العيش السوري بطريقة حلوة قوي، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا رأيكم فيها ايه. اهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونشوف الفيديو احنا عملنا العيش ازاي بطريقة سهلة جدا، ويا رب تعجبكم. كمية حلوة يعني تقدري تعمليها وتحطها في الفريزر في اي وقت انتي هتعملي سندوتشات حلوة قوي، احسن ما نشتري. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. بصوا يا حبايبي، انا معايا كيلو دقيق ورشة ملح بس، مش هنحط حاجة تاني خالص. هنقلب الملح مع الدقيق، وهنبقى معايا مية عادية من الحنفية، ولا دافية ولا حاجة. كده كده معناش خميرة زي ما انتم شايفين كده. والعجينة تكون معانا طرية وحلوة. هتشوفوا قوامها. المية على حسب الدقيق يا جماعة، يعني الدقيق، كيلو دقيق بياخد نص كيلو مية. بس برضو كل واحد على حسب الدقيق بتاعه بتشرب المية قد ازاي. كده خلاص هنعجن بقى. لميت العجينة، هنعجن بقى كويس قوي لمدة 10 دقايق كده. علشان العجينة تعمل معانا عرق وتبقى معانا كويسة. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده بقى، حطوا غلكوا في قلب العجين. على فكرة أنا بعجن بالراحة، بس أنا مسرعة الفيديو عشان ما يقولش حد يعني ايه نازلة عجن بالقوي كده. خلاص كده العجينة لمت معايا. رشة دقيق وهنغطيها بكيس ونحطها، مش هتخمر، هي هترتاح على ما اجهز الحاجة معايا. كده خلاص رحنا بقى قعدنا بقى ايه على الطبلية بتاعتنا كده عشان نعمل واحنا قاعدين بمزاجنا حلو كده. كده خلاص انا هوزن القطعة طبعا على حسب الصينية اللي عندك. عايزة العجينة كبيرة، عايزة العجينة صغيرة، براحتك. دي انا وزناها 75 جرام. طبعا هي برضو حجم الرغيف ترجع ليكي، بس ده حجمه كبير، وانت هتشوفوا وانا بسويه الصينية كبيرة مش صغيرة. هنقرص بقى العجين بتاعنا كده. انا جبت صينية ورشيت عليها رشة دقيق، نغطيه لغاية ما يرتاح على ما اجهز الخلطة اللي احنا ايه هنفرد بيها ازاي. هنا معايا بولة هحط فيها نص كوباية زيت، وهحط دقيق، 3 معالق دقيق. ونعوزنا هنعمل تاني. دي اللي انا هعملها طبق بتاعة الطبقات بتاعة العيش. طبعا هتشوفوا انا هعملها ازاي قدامكم. ده خلاص جبت بقى، انا فردت 2، معلش المقطع ده راح. زي ما انتم شايفين كده بفرد العجين كل 3 مع بعض، كل 3 بنفس الحجم. واخد بقى معلقة من الخليط بتاع الزيت والدقيق احطه على العجين زي ما انتم شايفين معايا كده. نحط الطبقة التانية ونعمل نفس اللي احنا عملناه. والطبقة الأخيرة مش هندهن وشها حاجة، هنسيبه كده. خلاص هنعمل بقية كل العجين كده 3 طبقات لكل رغيف لما نفرد خالص. خلاص انا خلصت الكمية عشان ما اطولش عليكم. هنا بقى رشيت دقيق، كمية دقيق حلوة. وهنفرد مع بعض العجينة بالمردنة، بالنشابة، باللي عندكم اعملوه. طبعا هنفرد على حجم الطبلية، على سمك الرغيف. هوريكم ازاي. بصوا أنا ما كانش عندي بقى مردانة رفيعة من بتاعة الناس اللي هما بيعملوا بيها العيش السوري ده. جبت ماسورة كهربا، ماسورة مية نضيفة عندي، وغسلتها وبقيت افرد ده. متجيش بيقولك الصرف. بصوا الصينية دي بتاعتي كبيرة، النار تكون وسط، ونحط ال3 رغيفة اللي احنا عملناهم مع بعض. ماشي. بصوا بيقب ازاي كده. قب يبقى كده خلاص هيفصل العيش من بعضه. بس ما تستعجليش وبالراحة على مهلك كده، ما تخافيش، هو كده كده هيفصل. بصوا فصل معايا من غير اي حاجة. بس خلي بالكوا بقى عشان بيبقى سخن. ربنا يعافينا يا رب. اتلسعت كذا لسعة من العيش ده. حاجة حلوة بقى، وطعمه كان حلو قوي في السندوتشات،
وكان جميل بجد، احلى من بره بكتير. بتفرق معاكي اما انت تعمليه في البيت. كده خلاص هنفرد الرغيف الاولاني بالراحة على مهلك كده وانت بتعملي زي الفل. بس اهم حاجه ما تدهوش، ما تخلوش ياخد لون زي الاولاني ده. اللي نشف معايا ده يا جماعه، اللي ما رميتهوش عملته صينيه رقاق تحفه. يعني الطري الرغيف اللي طلع معايا ناشف، انا ما استبعدتوش، عملت بيه رقاق كان تحفه بجد. كده خلاص نسلك بقى كل رغيف بالراحه. حطوا بقى لايك يا جماعه للفيديو الجميل ده. بصراحة اتلسوعت كتير، يعني كفاية اللسوعة اللي أنا اتلسوعتها. طب حطوا لي لايك بتمن اللسوعة اللي أنا اتلسعت بيها دي. كده خلاص هنعمل بقى الكمية تاني، دي تاني رغيف اهو. بس بصراحة كان طالع حلو قوي. يعني أول رغيف يا جماعة برضو احنا بنجرب فيه النار بتبقى عالية، بنوطي النار واطية، نعلي زي ما انتوا شايفين. بصوا بصراحة قابب وجميل ازاي. هنفصل برضو العيش زي ما انتوا شايفين كده. كنت بدأت بقى ايه، الصينية تسخن معايا ويطلع معايا بسرعة. هو عامة أول رغيف لازم يبقى فيه كده ايه، التجربة الأولانية. كده خلاص. كده أنا كنت أصلا بطلعه بحطه في كيس عشان ما ينشفش معايا، يفضل طري زي ما انتوا شايفين كده. يعني بصراحة العيش كان بيتحدث عن نفسه. جميل جميل جميل. شكرا يا جماعة والله العظيم، يعني متحرمش منكم بجد، انتوا أحلى ناس في الدنيا. كده خلصنا بقى ايه العيش بتاعي، ونعمل بقى سندوتشات بقى كده بألف هنا والشفا على اللي هتعملوه. وما هوش صعب، ما هوش حاجة ما تستصعبش عليكي. لا انت كل حاجة تعمليها وتجربيها، واشوف وشكم في خير في فيديو تاني جديد.